اهلا وسهلا بكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هتكلم معاكم على نقطه مهمه جدا لاي حد بيفكر يبتدي في اليوتيوب، او لاي حد بيفكر عموما يعمل فيديوهات على منصه اليوتيوب او على اي منصه تانية عموما يعني. دايما بيبقى عنده مشكله ان عشان يجيب مصدر اضاءه كويس بيبقى غالي. يعني انت النهارده بتتكلم عشان تجيب الرينج لايت النهارده معدي 3000 جنيه. هقول لك النهارده على حل وببلاش، ببلاش خالص، مش هتدفع فلوس اصلا. أه لا هقول لك هات لمض، ولا هقول لك صور في لا مؤاخذة، يعني هات لمبة حطها قدامك، ولا هات لمض، ولا هات رينج لايت من اللي هو الصغير، ولا هات اي حاجة. لان بالنسبة لي الرينج لايت اصلا الصغير ده بيخلي شكل الصورة وحش. يعني هو ممكن يبقى شكل الصورة احلى من غيره. فاهمني؟ الحل هو نور ربنا. نور ربنا احلى من اي رينج لايت بالنسبه لي. فور فري ببلاش، ما دفعناش فلوس. وانا عن نفسي اغلب فيديوهاتي لما باجي اصورها بتبقى الصبح. ليه؟ بيبقى النور جاي عليا من بره كده اهو. هو طبعا انا معاك ان الرينج لايت بيكون افضل بمراحل بمراحل يعني. بس انا بقول لك في البدايه، انت في بدايتك خالص بتبقى ما فيش امكانيه انك تجيب رينج لايت، لانه بيكون سعره غالي خالص في البدايه. مش هتدفع انت 3 4000 جنيه عشان تجيب سوفت بوكس، ولا تجيب رينج لايت، ولا. فممكن تبتدي خالص في البدايه بنور ربنا، وده حل فور فري، مش هتدفع فلوس اصلا يعني. فاهمني؟ يعني انت مثلا لو انت عندك عقده في حوار التصوير، ممكن تصور الصبح بس. فاهمني؟ تصور 3 ولا 4 فيديوهات الصبح ويسندوا معاك في القناه. انا عن نفسي بعمل كده، بستغل نور ربنا زي ما انتم شايفين، وبنزل عن طريقه الفيديوهات، وده احلى حل. فاهمني؟ لان الرينج لايت يا جماعه حرفيا اسعاره النهارده عاليه جدا. في ناس بيعملوا سوفت بوكس باللمض وكده، بس انا برضو شايف ان ده ربنا احلى. فاهمني؟ بس يا شباب، دي كانت حلقه النهارده. اتمنى لو الحلقه عجبتكم تنزلوا تشتركوا وتحطوا لايك. والسلام عليكم، باي باي.